السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤمن أن الأقدار بيد الله، وكل إنسان مرهون عمره بما قدر له في اللوح المحفوظ، لكن اللي ما نستوعبه الانتشار السريع المميت للمرض، لتصبح قطر من الدول المتقدمة حسب واقع العدد السكاني، وما زالت أسبابه مجهولة عالميا بالرغم من التقدم الطبي العلاجي، ويعزى أسبابه غالبا لبعض المأكولات والمشروبات المصنعة والمهجنة والملونة، كما هي المواد البلاستيكية والكيماوية مثل ما يرد إلينا في وسائل التواصل. وأصبحنا في حيرة: ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ وماذا نستخدم؟ إذن يبقى السؤال لأصحاب الشأن بوزارة الاقتصاد والبلدية ووزارة الصحة، المسؤولين عن الرخص والمتابعة والمراقبة والمنع وفق القوانين الاقتصادية المتبعة. هل الحل ينتهي بإزالة وسحب المنتج المشكوك به من الأسواق بعد تناوله وتداوله؟ وما الفائدة بعد تداوله وتسربه وانتشاره بعد تمكنه في الجسد الآدمي؟ الدولة هيأت كل العوامل المساعدة في التخفيف والمقاومة من خلال إنشاء المراكز الخاصة لمرضى السرطان باختلاف الأجهزة التكنولوجية المطورة ومراكز الأبحاث ومراكز التوعية وغيرها. هل يكفي ذلك؟ والمنتجات المشكوك فيها تعج بها أسواقنا ومجمعاتنا؟ أليس هناك من المسؤولين من يعي بأهمية البدائل المحلية واستبدالها بالمنتجات الخارجية من خلال زيادة عدد المصانع الغذائية والبلاستيكية في الدولة، وضخ بها أسواقنا المحلية تحت رقابة شاملة تفتيشية ومواد آمنة من الجهات المسؤولة للتخفيف من حدة انتشار المرض إذا كان أحد أسبابه المواد الغذائية المسرطنة والمهجنة؟ ولا أعتقد أن زيادة المصانع وتنوعها وتكلفتها يعجز دولة كدولة قطر. احنا في انتظار إنتاجنا الاستهلاكي المحلي بكل اطمئنان، وفي انتظار انخفاض مؤشر المصابين بهذا المرض السرطاني، وفي انتظار أسواق نظيفة تهتم بالكيف وليس بالمنفعة المادية الربحية. وفي الحلقة القادمة نلقاكم.